ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالنا كتير قوي ما صورناش اي حاجه مع بعض. هنبتدي كده ان شاء الله يعني نستوعب طاقتنا تاني ونصور كل يوم فيديو باذن الله. بس شجعوني كده بالاشتراكات والكومنتات الحلوه وكمان اللايكات الحلوه. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه انا عندي هنا لحمه قطعيه الستيك. هبتدي ان انا اخد القطعه، لو كبيره قوي هقطعها على اتنين بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اي كميه بقى عندك انت عايزه تعمليها اعمليها بنفس الطريقه. اقطع بقى كل كميه اللحمه وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. ما تنسيش بقى لو انت جديده عندي في القناه تعملي لي لايك واشتراك في القناه وتدوسي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انت فعلا مشتركه عندي في القناه اتمنى ان انت تشجعيني بكومنت حلو واللايك الحلو بتاعك عشان اتشجع كده، وكل يوم ان شاء الله ننزل فيديو مع بعض. بعد ما قطعت اللحمه كده زي ما انتم شايفين هبتدي بقى كده احط لها ملح وفلفل. مش هحط لها اكتر من كده، يعني انا هتقبلها معايا بحبه كده من الملح والفلفل الاسود. عايزه تستغني عن الفلفل الاسود وتحطي فلفل ابيض براحتك خالص، بس انا بصراحه بحب الفلفل الاسود اكتر. بعد ما تبلتها كده هبتدي بقى اروح على النار. جبت كده جريل زي ما انتوا هتشوفوا كده، وبدات ان انا احط فيه معلقه كده من الزيت وحته زبده كده حلوه. هسيح بس الزبده مع الزيت كده عشان ما تتحرقش، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. عايزاكم كده يا بنات تشجعوني في الكومنتات، واللي ليه اي وصفه معينه عايزني اعملها له اعملها له يقول لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها له. اول حاجه هنا بقى نزلت كده باللحمه زي ما انتم شايفين بعد ما الزبده والزيت ساحوا مع بعض. وهبتدي احط اللحمه بتاعتي اديها صدمه، وعايزه اديها لون خفيف قوي، يعني عايزه اللون بتاعها يبقى ذهبي حلو كده، مش عايزه ان انا اغمقها معاه. بصوا ما شاء الله لونها كده حلو قوي. هبتدي اقلب على الناحيه التانية واحط برده بقيه كميه اللحمه زي ما انتم شايفين كده. كمان هجيب هنا عود من الروزماري هحطه، هيديني ريحه حلوه قوي قوي وطعم تحفه في اللحمه. يعني الريحه بتاعتها كانت تحفه بجد. هبتدي برضو ان انا يعني كل ما هتاخد لون هقلبها على الناحيه التانية واحط غيرها. وكمان بقى جبت السرفيس ده معايا، اللي يطلع يعني اللي ياخد خلاص مني لون هطلعه فيه. انا مش عايزه اسويها، انا عايزه بس اديها صدمه ولون خفيف كده زي ما انتم شايفين. بس هو اكتر، مش عايزه اديها اكتر من كده. هطلع بقى كل اللي اخد لون معايا وابتدي انزل ببقيه كميه اللحمه اللي عندي. ما شاء الله اللحمه حلوه جدا واستوت حلوه قوي وما اخدتش سوا. طبعا دي بتفرق على حسب قطعيه اللحمه بتاعتك. هنا عملت قطع اللحمه كلها زي ما انتم شايفين، ونفس الجريل انا عايزه الحروقه اللي في الجريل دي انا عايزاها، هي دي اللي انا عايزاها تشتغل معايا. نزلت حته زبده تانية ده حلوه، وبدات انزل بقى بحوالي كيلو او كيلو الا ربع كده من البصل مقطعه جوليان جوانح زي ما انتم شايفين. ما تخافوش خالص من النار دي مطرح بس ما حطيت البصل. وبدات بقى ان انا اتبل يعني ادبل البصل، بس مش عايزه اديله لون ولا اي حاجه. هو هياخد اللون بتاع الكرمله بتاعت اللحمه اللي موجوده في الجريل دي، هتبقى طعمه زي السكر. هبتدي بقى ان انا اشوح كده البصل زي ما انتم شايفين، وهبتدي برضو ان انا احط معايا التوابل بتاعته. التوابل بتاعته عندي النهارده بسيطه خالص، وكمان حطيت معلقه كده صغيره من الثوم، بتدي تيست حلو قوي قوي وبتدي ريحه فظيعه. هنا بقى ده فلفل رومي على فلفل سبايسي، طبعا على حسب ما انت عايزه تحطي رومي بس ماشي، عايزه تحطي سبايسي بس مفيش مشكله. انا هنا كان عندي ضيوف ما كنتش عايزاها ولا حاميه قوي ولا ان هي بارده قوي، يعني عايزه بس يبقى فيها لسعه السبايسي بسيطه كده. حسيت ان هي عايزه حته زبده حلوه كده تاني فحطيت لها كمان معلقه من الزبده. هبتدي بقى اشوح كل الكلام ده، انا مش عايزاه ياخد اي لون، انا عايزاه بس يدبل معايا كده حاجه بسيطه. هبتدي بقى احط التوابل، حطيت رشه فلفل اسود وحطيت الملح، وهحط كمان رشه من الثوم البودر والبصل البودر، وكمان رشه من السبع بهارات. وبس مش هحط حاجه، ان انا هراعي وانا بحط الملح ان انا كمان رشه ملح على اللحمه في الاول. هنا حطيت الثوم اهو، حطيت كمان السبع بهارات زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اقلب كل الكلام ده مع بعضه. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، ريحه تحفه خطيره. هبتدي بقى كده خلاص قلبت الكلام ده كله مع بعضه، هنزل برده حوالي نص كيلو من الطماطم مقطعه مكعبات كده على البصل ده كله. هديله بقى كده تقليبه يا دوبك بس الطماطم تسخن مع البصل والفلفل اللي احنا حاطينهم، ونبتدي نشوف هنعمل ايه في اللحمه بتاعتنا والخلطه اللي احنا عملناها التحفه دي. ظبطت الملح عشان يبقى الملح بتاعي مظبوط. هجيب بقى هنا صينيه وهبتدي ان انا احط فيها جزء من الخلطه، احط نص خلطه كده فيها زي ما انتم شايفين، وهفردها في الصينيه بالطريقه دي. واجيب بقى قطع اللحمه اللي عندي دي كلها وارصها في الصينيه، يعني طبقه واحده كده، مش عايزاها طبقتين فوق بعض لان انا عايزاها تستوي بسرعه، يعني مش عايزاها تاخد معايا وقت.
بصوا ما شاء الله شكل الخلطه تحفه مع اللحمه، لونها حلو قوي قوي، وكان طعمها تحفه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تنفعكم في العيد، لو جربتوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بصوا الصوص اللي نازل ده مش دم ولا حاجه، ده الميه بتاعه اللحمه هحطها عليها عشان تكمل سواها، يعني هي تستوي بيها. طبعا هي كلها توابل والملح والفلفل والحاجات اللي احنا حطيناها، يعني حلوه قوي. هبتدي بقى انزل بقيه الخلطه اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده، وهديها كوبايه ميه، مش هكتر ميه، انا هحط كوبايه ميه. لقيتها شربت الميه ولسه ما استوتش، هبتدي ان انا انزل حبه حبه من الميه المغليه لغايه ما تستوي معايا وبتبقى دايبه زي ما هتشوفوا. حطيت كده كوبايه الميه، اسيبها بقى تغلي غلوتين كده حلوين على النار، وبعد كده بقى هغطيها وانقلها على نار هاديه شويه. بعد كده بقى هنا عندي دول كوبايتين من الرز، انا غسلتهم غسله كويسه جدا وصفيتهم، وهبتدي بقى ايه اجيب اللبن بتاعي ونعمل صينيه رز معمر تحفه. هنا انا بحط نص الكميه، يعني مثلا ده كوبايتين رز حطيت لهم كيلو وربع من اللبن، والباقي هكمله ميه. طب ليه ميه مع اللبن؟ عشان تستوي وما يبقاش عندي رزايه مستويه ورزايه لا، اللبن والميه مع بعض بيسووا. واظبط الملح بتاعه كويس جدا، ومش هحط له اي اضافات تانية. طبعا انا كنت مولعه الفرن بتاعتي تسخن، ومولعه الشوايه مولعه الفرن فوق وتحت، وهبتدي ان انا احطه في نص الفرن ياخد لون من فوق، وبعد كده اطفي من فوق واكمل سواه من تحت. وهنشوفها لسه لي تريكايه تانية ان شاء الله هنعملها برضو، بس بعد ما نشوف هيوصل لايه معانا. لو وصلتي بقى لغايه هنا من الفيديو، اتمنى ان انت تقولي لي رايك ايه، وتحطي لي كومنت حلو زيك، وما تنسيش اللايك عشان الفيديو معانا يترفع. خلاص هنا جبت بقى حله تانية حطيت فيها بصل زي ما انتم شايفين، وبدات بقى ان انا احط لها كده معلقه من الزيت مع معلقه زبده، وهبتدي اشوح البصل معايا برضو، مش عايزاه ياخد لون، عايزاه بس يدبل كده شويه. انا يا بنات لما باجي اشتغل مثلا هقطع بصل بقطعه مره واحده واشتغل بيه، اخد بقى كل حاجه في مكانها. معايا هنا حوالي نص كيلو كده من اللحمه، او اقل كمان من النص كيلو، بدات ان انا احطه على البصل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهبتدي اعصج كميه اللحمه دي. يبقى انا هنا حطيت بصلتين كبار، وحطيت كمان اقل من نص كيلو لحمه، وبعد كده هعصجهم بالطريقه دي. يا دوبك شوحت البصل تشويحه صغيره، ونزلت عليه باللحمه زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلب فيه. عايزه اقول لك بقى اما بتكتري البصل في اللحمه المعصجه بيبقى بتبقى طعمها مسكر جدا، وبتديكي كميه حلوه، وبتبقى طعمها تحفه. بدات بقى ان انا احط لها البهارات بتاعتها، حطيت 7 بهارات وقرفه، وحطيت الملح، مش هحط اكتر من كده. هشوحها بقى لغايه وما تنزل ميتها وتشربها. وبعد كده مقطعه كمان فلفل الوان احمر، وبشرت جزرايه كده حطيتهم عليها خلاص وانا هطفي النار، يعني وانا خلاص هطفي حطيت الكلام ده. هنا بقى كان عندي محشي كنت لفاه من قبلها بيوم وحطاه في التلاجة، قلت برضو اعمله معايا، ما كنتش بصراحه عامله حسابي ان انا احطه النهارده مع الاكل، بس قلت بقى ما دام النهارده عندي ضيوف وكده يبقى احطه معايا برضو، يبقى الاكل كتير وشكله كده حلو، وكده كده تبقى عزومه حلوه. بدأت بقى ان انا اخد عندي شوربة مطلعاها من الفريزر، بدأت بقى ان انا اخد الشوربة واحطها على الكرنب كده. انا بحب اعمل الكرنب في صينية احيانا، مش في كل الاوقات يعني، بس بيديني نتيجة حلوة قوي. بعد كده جبت برضو حبة من الشوربة، وجبت صينية حطيت فيها كده حبة زبدة محترمين. وبعد كده هجيب بقى رقاق ناشف، انا عندي هنا رقاق ناشف قلت استخدمه عشان ايه برضو يبقى طبق حلو معايا النهاردة على السفرة. بدأت ان انا ابل الرقاق زي ما انتوا شايفين كده بالشوربة، طبعا الشوربة سخنة، مش عايزة الشوربة باردة عشان ما تبوش معايا الرقاق. هبتدي بقى احط 4 طبقات من تحت، وبحط كمان 4 طبقات من فوق. عايزه تكتري الطبقات براحتك، بس انا مش بحبه يبقى سمكه تخين قوي، هو 4 تحت و4 فوق بيبقى سمكه يعني متوسط حلو، بيديكي نتيجه حلوه قوي. ما بين كل طبقه طبقتين كده او كل طبقه بحط كده رشه من الزبده اللي انا مسيحاها معاكم دلوقتي. بصوا بقى ما شاء الله هنا حسيت ان انا مش عارفه اعمله بالمعلقه، فقلت كده كده كسره، وكده كده اما بيستوي ما بيبقاش باين فيه اي حاجه. والرق ده انا عايزه اقول لكم ان انا مش هسويه في الفرن، انا هسويه على البوتاجاز من فوق. بحب تسويه الرق على البوتاجاز من فوق، بتبقى احلى كتير من الفرن، مش بيبقى ناشف، بيبقى مقرمش من بره ومن جوه طري كده، وبتيجي نتيجه حلوه قوي. بعد ما حطيت 4 طبقات جبت بقى اللحمه اللي انا عسقتها زي ما انتم شايفين، حطيتها في النص بالطريقه دي، وابتدي احط ال4 طبقات التانيين من فوق. اتمنى لو انتي وصلتي لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك عشان الفيديو يترفع، وعايزين بقى كده تشجيع حلوه منكم عشان نبتدي نصور تاني كل يوم وننزل فيديو كل يوم، دايما بيشجعني منكم.
خلاص هنا خلصت، دي اخر طبقة. هبتدي بقى ان انا اركنها كده 5 دقايق. هنا بقى كان عندي بصوا ما شاء الله الرز اخد لون. هنا بقى مسيحة زبدة. هبتدي بقى ان انا اخرم الرز كده وابتدي انزل بالزبده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كان تحفه بجد، كان تحفه وطعمه فظيع فظيع. جربوا الطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. بتسقي بقى الزبده اللي انت عايزاها وبس، اهم حاجه ان انت تخرمي كده الرز عشان تنزل في الرز من جوه. بعد كده بقى قلت اعمل طالما عندي شوربه حلوه اعمل حبه ملوخيه حلوين. حطيت كده بقى حبه الشوربه، حطيت معلقه كده من الثوم ومعلقه صغيره من الشطه ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وهظبط الملح بتاعها وهنبتدي نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا انا خرطت الملوخيه بالمخرطه، مش بحب اعملها في الكبه ولا اي حاجه. بصوا بقى الجمال، حطيت كده نزلت الملوخيه بتاعتي وبدات ان انا بقى افككها كده بالمضرب على طول، مضرب كده يدوي على طول كده تفككيها بيتفك معاكي على طول. طبعا انا مش بحب احط شوربه كتير، لو انا عوزت ازود لو حسيت ان هي تقيله وعايزه شوربه احسن ما تخف مني على طول، يعني براعي ان انا احط شوربه قليل، ولو عايزه ان انا اخفها بحط شوربه تاني. لقيت سمكها كده حلو يبقى خلاص يبقى انا ظبطت الدنيا. هنا كان الرق استوى بس المقطع ده اتحذف مني. وهنا بقى قلت اعمل طشه الملوخيه، واسفه على منظر البوتاجاز لاني كنت بعمل كذا حاجه مع بعض. هنا بقى نعمل طشه الملوخيه، حته سمنه حلوه كده مع معلقه من الثوم كبيره، واول ما تسخن معايا معلقه الثوم هبتدي انزل كده بحبه الكزبره الحلوين دول. بعشق ريحة طشة الملوخية، بتبقى تحفة. أول ما هتبتدي تاخد لون زودت لها تاني معلقة كزبرة، حسيت إن هي قليلة. وبصوا بقى تعالوا شوفوا الجمال، بصوا بقى ما شاء الله، تحفة تحفة حاجة كده تحفة. وقوام الملوخية حلو جدا ولونها تحفة زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نحضر الأكل بتاعنا ونشوف شكله ايه. هنا بقى كان المحشي استوى زي ما انتوا شايفين، والرز بصوا مفلفل ولا معجن ولا فيه أي حاجة، تحفة وطعمه كان خطير. وكمان اللحمة بتاعتنا الدايبة الجميلة بالطريقة الحلوة دي، جربيها ان شاء الله هتعجبكم. بصوا اللحمه دايبه ازاي، ولا الصوص بتاعها ده حكايه. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات، ولو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك في القناه وتحطي كومنت حلو زي كده عشان اتشجع بيه. هنا بصوا ما شاء الله بقى الرقاق بقول لكم على البوتاجاز بيبقى سواه تحفه، جربوه. انا ان شاء الله هعمله معاكم قريب وهوريكم طريقه التسويه بتاعته على البوتاجاز بتبقى ازاي عشان المقطع اتحذف. بصوا شكل الرقاق من جوه عامل ازاي، حكايه بجد. الاكل كان شكله حلو جدا جدا، وعملت سفره حلوه قوي وفي وقت قليل، ما اخدتش مني وقت، وكلها اصناف حلوه وتنفع العزومات، يعني تنفع العزومه تشرفك فيها. بصوا ما شاء الله شكل الرقاق عامل ازاي. تعالى اوريكم كده واحده من جوه شكل الحشو فيها عامل ازاي. بصوا ما شاء الله حكايه تحفه، ولا بيلزق ولا اي حاجه ولا يعني بصوا تسويه تحفه. هنا بقى كان منظر السفره بتاعي النهارده، الملوخيه والرز المعمر وصينيه المحشي وكمان اللحمه اللي احنا عملناها. وهنا هوريكم الرز شكله عامل ازاي لما اتعمل، بصوا ولا معجن ولا، بصوا خطير بجد. جربوا